البنت دي عندها في حسابها في البنك 80 مليار بوضوح، بس عمرها ما صرفت منهم ولا مليم. مش عشان مش عايزه تصرف، لا، ده لانها كانت داخله في رهان مع ابوها. الرهان كان انه لو ما قدرتش تكسب 10 ملايين بشغلها تبقى لازم تسمع كلام ابوها وتتجوز مدير تنفيذي CEO ثروته مئات المليارات. علشان كده بدات تدور على شغل في كل مكان. في نفس الوقت المدير التنفيذي كان قاعد في كافيه لما كان هو كمان ما كانش عايز يخضع للجواز اللي عيلته مرتبه له. طول الصبح يدور بس ما لقاش واحده تعجبه. كان شايف ان كل البنات اللي تقدموا عايزين فلوسه وشكله، وخايف بجد انهم يتعلقوا بيه. ساعتها البنت دخلت الكافيه. هي اصلا كانت جايه تقدم على وظيفه مساعده عاديه، بس الجرسون لخبط وجابها على مكتب المدير. اول ما وقفت قدامه بساطتها واناقتها شدت نظره على طول. ولا هو ولا هي كانوا عارفين انهم هم نفسهم العريس والعروسه اللي عائلاتهم مرتباهم لبعض. هم الاثنين افتكروا انها مقابله عاديه. المدير سالها لو في حد بتحبه، ردت انا كل اللي يهمني الفلوس. الكلام ده عجبه جدا. هي كمان سالته المرتب هيكون ازاي. السكرتيره ردت الشغل ده مرتبه 10 ملايين، بس هو شغل حبيبه مزيفه. اول ما سمعت 10 ملايين وافقت في ثانيه، حتى مدحته وقالت شكله مدير شاطر وهيجتهدوا سوا. المدير فرح بحماسها وقال لسكرتيره يديها العقد. هي من الفرحه مضت من غير ما تقرا. وبعد ما خلصوا المدير قام ومشي. لحد دلوقتي البنت ما كانتش فاهمه ازاي مرتب عالي كده. اول ما فتحت العقد اكتشفت حاجه. هي ما جتش تدور على شغل عشان تتجوز، طلعت وقعت على شغل حبيبه.